السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه بقى؟ ايه؟ النادي الاهلي المرحلة الجاية. ايه المطلوب؟ المطلوب في النادي الاهلي المرحلة الجاية لازم جلسة. ما هياش جلسة مع الإدارة يعني ولا حتى جلسة تنمية بشرية. النادي الاهلي لازم له جلسة زار. يمكن سبحان الله روح الفانيلا الحمراء ترجع تاني. الاهلي النهارده في ماتش انبي، وده ماتش المفروض ان هو سهل يعني. مفروض ان هو يلعب كوره على النجوم اللي عنده، على الصفقات اللي عنده، على المليارات اللي اتدفعت يا جدعان. وبعد كمان ما الخطيب نزل لهم في التمرين وكان بقى الكلام ده المعلق ده كل حد في مصر عايز الاهلي يكسب. ده انت حتى المعلق بعد لما جابوا جون اولاني، وهي دي البدايه اللي بجد، وهي دي الانطلاقه اللي بجد، واسوأ بدايه للنادي الاهلي في تاريخه. على فكره صح، انا في واحد صاحبي ده تاجر موبايلات، بعد الماتش على طول ما خلص قال لي بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي ما تيجي لما ندخل زيزو في الواد في الواد البرازيلي اللي عندكم وندفع فرق، يعني بما انه بتاع موبايلات يعني اسمه محي بالمناسبه. قال لك وندفع فرق وبتاع، والواد البرازيلي ده احنا جايبينه بحوالي 650 جنيه يعني. الاهلي مع كل النجوم اللي عنده في المركز ال 15. يعني لو احنا قلنا ان كان في النهارده فرصه والله الانبي كانت تيجي جون مرتاح وكان هيخرج 2-1. يعني لو احنا قلنا ان انبي جاب الجون ده وفضل الاهلي 5 نقط، كان زمان الاهلي في المركز ال 16. ولو كان الدوري العادي بتاعنا اللي هو 18 فرقه، يعني كان الاهلي دلوقتي في ال3 فرق اللي هيهبطوا. ايه ده يا جدعان؟ الاهلي اللي جايب احلى ناس في الدنيا كلها في ال 16 وهيهبط. ايه ده؟ الاهلي لازم له جلسه زار. حد يعرف حد حلو بتاع زار يقول لي، وانا هعرف اتواصل مع الناس في النادي الاهلي. ولكن احنا حزانه على الاهلي، احنا كلنا حزانه على الاهلي، حزانه جدا يعني. احنا حزانه بشكل غريب، وبالذات بعد فوز طبعا امبارح الزمالك على المصري طبعا اللي كان متصدر، والزمالك بقى متصدر. طب يعني يا زمالك، انت مش شايف اللي الاهلي فيه؟ هو انت بتزودها عليه؟ بطل تنمر. الزمالك بيتنمر على اهلي وده شيء مش حلو، ربنا يستر.